اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المباركين، ربي وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. يعني أنا عاوز حبايبي انتبهوا جيدا. المأموم تابع لإمامه. الدمشقية إمامه فتى على المنبر بالنص عنده في البخاري، فإذا كان فتى على المنبر أكيد يبقى عمل غائط في القبلة، أكيد ما أوتوماتيك كده. فتى على المنبر، راجل حمار وقف على المنبر وقال أنا فتوت. عمركم شفتوا قلة أدب في الدنيا أكثر من هذه؟ طب ما تنزل يا حمار تتوضأ وتخلي حد يكمل خطوة الجمعة مكانك. كما هو الحكم الفقهي إن لو خرج منك ريح أو انتقض وضوءه، حكم الفقه في المذاهب كلها إنك تضع يدك على فمك وتخرج من الصلاة وتستخلف أمامك. أي والله يا حبيبي، أي والله، واحد أبو فلتة وواحد أبو فسوة. فإذا كان ده إمام فس على المنبر، منتظرين إيه من الدمشقية؟ بتلوموا عليه اللواط؟ ما إمامه كان متنيل على عينه نفس القصة. إمامه كان متنيل على عينه 60 نيلة. الناس دي مش بتحس، مش بنكسفوا، مش عاوزين يدركوا الفضايح اللي هم فيها، مش عاوزين يدركوها. واحد بيشهد على نفسه أنه ناصبي، تقول لي لوطي؟ واحد تروح فين اللواط بقى بجوار النصب؟ النصب العداء لآل محمد أقوى من الكفر. فحتروح فين كان لوطي ولا متنيل على عينه؟ ما هو الراجل يتبع إمامه. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إمامه تنيل على عينه من كله قبل كده. انظروا في وجوههم، انظروا في وجوه الروافض، وانظروا في وجوه هؤلاء الملاعين. أي رافضي تجد نور الولاية على وجهه؟ مش سمونا الروافض؟ ونحن بذلك نفتخر أننا رفضنا الجبت والطاغوت، رفضنا اللات والعزى. انظر في وجه رافضي وترى علامات الولاية. يعني أنا أسألك بالله، احنا عندنا خطباء المنبر الحسين الآن وعلماء آل البيت. بص في وجه الشيخ عبد الحميد المهاجر وبص في وجه الدمشقي. انظر في وجه الشيخ علي الكوراني وانظر في وجه العرعور. انظر في وجه الدكتور كمال الحيدري وانظر في وجه القرضاوي. انا بس عاوزك بدون ما تسأل ولا تتكلم، انظر بس الى الوجوه. اي رافضي تجده ولو كان اسمر اللون نور الولاية يشع من جبينه، تستريح لرؤيته. لكن اجمع بقى الخميس، ولكن اجمع، لكن وعايص القرني وزفت الطين اللي اسمه القرضاوي، اجمعهم ما فيش مكان يليق لهم الا سلة زبالة. فانتوا زعلانين ليه؟ بتلوموا عليه انه لوطي؟ راجل امامه كان كده، امامه كان يركب ويقول اكمل يا رجل ولا تعد لمثلها. طب هنعمل ايه بدل خابوا الخيبة السوداء، سابوا الطهارة والنقاء، سابوا سفينة آل البيت الأطهار، العياذ بالله. أنا بس عاوزك قبل كده، وإذا كان حبيبنا النجاشي موجود قبل كده، أنا في يوم الغدير قلت يا قوم انظروا إلى المدرستين. الصحابة بعد رسول الله انقسموا إلى مدرستين. قلت انظروا، مدرسة قائدها ومديرها وإمامها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
ابن اسيميين وخنزير ابن جبريل. معلش يا حبيبي، ده انا بذكر لك، ما هو كلهم جنس واحد. معذرة حبيبي إن كنت نسيت، معلش. انظر إلى مدرسة قائدها ومديرها وإمامها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذا ذكرت اسم علي بس، ذكر الاسم بس، يلوح لك الطهر في الآفاق، يلوح لك العلم من كل الأبواب، تلوح لك العفة والشجاعة والفروسية. الله أكبر، الزهد الكامل. انظر إلى مساعد المدير في المدرسة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. انظر إلى مضيفة المدرسة، الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. ماذا واجب عليكم يا أهل الولاية؟ واجب عليكم تسجدوا لله شكرا أن خصكم الله بالولاية. أما الدمشقية مدرسة مين؟ عتيق ابن أبي قحافة. مين هو أبو قحافة؟ أنا ما أعرفش برضه، اسألوا الدمشقية مين هو عتيق وعمل إيه؟ ولا حاجة خالص، ولا حاجة نهائي. مين مساعد المدير؟ أبو فسوة اللي هو طلع له الدمشقية. من هي المضيفة الخارجة على أمير المؤمنين التي قتلت أكثر من 20,000؟ بنقول انظروا يا قوم، بنقول اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. انظر إلى الطهر والطهارة في مدرسة آل البيت، وانظر إلى النقص والنجاسة في مدرسة النواصب الأنجاس عليهم لعائن الله كلما طلعت الشمس وغربت. اللهم صل على محمد وآل محمد. أي نعم حبيبي، أكثر منها حبيبي أنت وإخوانك. قولوا يا أحباب الحمد لله رب العالمين على نعمة الولاية لأمير المؤمنين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الولاية لأمير المؤمنين. اللهم ثبتنا عليها بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبيبي نعم، ما تقوله حقا، لكن عشان ننصف الراجل برضو، الراجل المكنة عنده باظت من كتر الشغل، المكنة نفسها انتلفت، عمر مكنته انتلفت، البلف فوت. فانصافا يعني انت تعذره برضه، بس انا بستعجب على اعلانه على منبر رسول الله. يعني وانت مكانتك باظت والبلف طقطق من كل ناحية، ايه اللزوم ان انت تقول للناس؟ ده دليل على ان الناس اللي قاعدة ناس لا هي، لانه كانوا قاموا يا قليل الادب وواحد يطلع الاكل. البلف بتاعه باظ حبيبي، البلف باظ لانه كان كل يوم في حوائج الناس، يروح ينفصل واللي رايح يركب واللي جاي يركب، فالراجل انتلف حاله خالص. هنعمل ايه؟ هو ظروفه كده، ظروفه اسود من القطران. اقتله يا رسول الله؟ شوف الحمار اللي عمره ما قتل كافر، ما حصلش، ولو كذب حتى ما حصلش، لكن حمل السيف وراح على بيت الزهراء. وتعرف بقى، انا اثبت ان عمر خول من كلمة قالها للزهراء، بثبت ان عمر خول من قالها للزهراء، خول أتحرق الدار وفيها فاطمة بنت محمد والحسن والحسين؟ قال وإن. شوف الخول لما يتكلم بقى عشان تعرف كلام الخولات حبيبي. وإن حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا لعنة الله على من آذى الزهراء، ألا لعنة الله على من أغضب الزهراء. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى هؤلاء البهائم به، وهو قادر وفضلنا على كثير
ممن خلق تفضيلا.